السلام عليكم. بأحد الجلسات العائلية تم مناقشة موضوع جدا مهم. ليش الطالب يدرس من 16 إلى 17 سنة بأشياء ما يستفاد منها بحياته، لا اجتماعيا لا اقتصاديا ولا نفسيا؟ قد يجي سائل يعني لطيف يقول لي ليش المواد اللي يدرسهن ما يستفاد منها؟ هسه راح اقول لك شلون ما يستفاد من المواد اللي يدرسها. ابسط مثال نجي على مادة الرياضيات. ابسط مثال راح اعطيك، هل شفت يوم من الايام بدائرة عراقية او وزارة حكومية او اي شيء حكومي يستعملون التجربة، الفرق بين مربعين، الفرق بين مكعبين، اللوغاريتم، الرياضيات وهوسة الرياضيات وكل شيء يتعلق بالرياضيات فقط خذينا منه الضرب الزائد الناقص القسمة اللي هي الأربع الأساسيات. واعتقد هذا الموضوع ينتهي من المتوسطة، وباقي الأشياء نتعلمهن مال اللوغاريتم، فرق بين مربعين، فرق بين مكعبين، التجربة ما إلى ذلك، هي مجرد أشياء ندرسها بدون أي سبب. زين سؤال، ليش ما تكون الدراسة لفترة معينة؟ مثلا من فترة المتوسطة كل طالب يحدد اختصاصه اللي يريد يدرسه. نجي على مادة ثانية اللي هي مادة الإنجليزي. يعني من بداية دراسة اللغة الإنجليزية بالعراق لحد الآن قليل جدا يطلع طالب يعرف يقرأ إنجليزي من خلال الدراسة الحكومية، والسبب طبعا سوء المنهج الدراسي اللي جاي ندرسه. تدري عزيزي المشاهد، يعتبر العراق التوب 10 بأسوأ مناهج ودراسة بالعالم. حرفيا يا عزيزي المشاهد احنا جاي نكذب على روحنا خلال 16 سنة الجاي ندرسها. يعني خلال 16 سنة الجاي ندرسها حرفيا من نتخرج او من تتخرج عزيزي المشاهد كل اللي درسته راح اذبه بالشط او باي مكان، وتالي تدرس اختصاص معين، وتالي تشتغل بالاختصاص نفسه او ما تشتغل حرفيا. يعني حرفيا انت من تاخذ الشهاده اما تخليها ماوس باد للحاسبه مالتك، او اذا صرت كريليتيف كلش تبروزها وتخليها يعني منظر او شوفوا انا عندي شهاده، او اذا تريد تكذب على عمك ابو مرتك من تروح تخطبها قل عمي انا ماخذ شهاده. ان شاء الله بيوم من الايام اشوف قيمه العراق الدراسيه وقيمه الشهاده العراقيه تصعد. كل اللي حكيته بهذا الفيديو عباره عن راي شخصي، وموضوع تم مناقشته بين عائله بسيطه. اكتب لنا ارائك بالتعليقات عزيزي المشاهد، لا تنسى اللايك والاشتراك. اشوفكم بالحلقه الجايه، مع السلامه.